السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد لي كل أوقاتكم يا صبايا. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على النبي. أول شيء كل سنة وانتم سالمين وكل عام وانتم بخير من ليلة النصف من شعبان. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان، اللهم آمين. اللهم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا يا كريم. كيفكم صبايا؟ شو أخباركم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله دايما تضلوا بخير. الله يسعد لي كل أوقاتكم يا رب. هلا هم مثل ما انكم شايفين انا دخلت على السوبر ماركت بدي اشتري اغراض مشان بدي اسوي اليوم يا معروف ان شاء الله وتعالى. وطلعت على الطابق الفوقاني امس انا صورت السوبر ماركت، اخذت لقطات سريعه منه. في صبيه عم تقلي صوري لي ماكينه القهوه، وهي صورت لها اياها. بالنسبه لماكينه القهوه، هي الماكينه سعرها 3000 تركي، هي موجوده بماركه الايوزبير. وهلا هون كمان اخذت لكم لقطات سريعه بصراحه لانه كنت مستعجله بدي لحق سوي المعروف. وهلا هون من بعد ما رجعت على البيت بدي افضي الاغراض. اشتريت قنينه حليب وطحين للمعروف وزبده وخميره حبيبات. هلا هون مثل ما انكم شايفين اشتريت كمان برغل ناعم لانه بدي اعمل اليوم كبه بالسيخ. وعمو اشترى لي اللحمه والدهنه، الله يعطيه العافيه والله يرزقه يا رب. وهلا هيك يا صبايا اول شي بدي اجهز عجينه المعروك مشان تلحق تتخمر. عندي هون كاستين حليب دافيات ونص كاسة سكر من نفس العيار الكاسة اللي عم بستعملها صبايا، وظرف خميرة حبيبات تقريبا معلقة ونص. هلا بدي حركة منيح حتى يدوب السكر مثل ما انكم شايفين. بالنسبة للطريقة ناجحة 100% وكتير كتير طيب بطلع المعروف. هلا هون صبايا بدي اضيف عليهم 2 زلال البيض ونص كاسة زيت مازولا، والصفار بدي اقيمه حتى ادهن فيه وش المعروك. هون بدي اضيف معلقة يانسون ومعلقة ونص محلب، طبعا هدول بيعطوا طعم كتير كتير طيبة للمعروك. بدي حركهم مع بعضهم، وبدي اضيف كمان ظرف فانيلا. هلا هون يا صبايا من نفس العيار الكاس اللي عم بستعمله عيرت 5 كاسات طحين. اول شي ضفت الطحين نصه، حركتهم هيك في بعضهم مثل ما لكم شايفين، يعني هيك بصير اسهل للعجن. بعد ما حركته مع بعضهم بدي اضيف كمالة الطحين وبلش اعجنه في ايدي. هلا هيك بضل بعجنه حتى تصير العجينة ناعمة. وهلا هيك من بعد ما عجنتها يا صبايا، طبعا ما خلصت يعني لسه، بدي احط لها معلقتين زبدة كبار. وارجع اعجنها من اول وجديد طبعا. وهلا هيك يعني بتصير معنا جاهزة. هلا هون يا صبايا غلفتها وبدي اخمرها لمدة 15 دقيقة بمكان دافي. وهون يا صبايا انا بسوي المعروف، ولادي طالعين داخلين لعندي على المطبخ بدهم يتفرجوا. بالاخير دخلت اللحمة وقلت بشتغلها خلص في الصالون بدكم تتفرجوا علي. هلا هون انا بضيف اللحمة مثل ما لكم شايفين والدهنة، بدي اضيف عليها البرغل ومعلقة كمون ومعلقة بهار ومعلقة دبس فليفلة. كتير كتير طيبة صبايا بالنسبة للطريقة، وخفيفة ونظيفة سريعة. ومعلقة ملح وبصل صغيرة باشرتها. هلا أنا حطيت برغل كاسة صغيرة، كاسة شاي، فنشتها بالمي. سوينا أكل ماما. سويتكم كبة بالسيخ. سويتينا معروف رمضان. سويتينا المعروف ولا لا؟ لكن سويت لكم معروف. معروف نصف شعبان. كل سنة وانتم سالمين. انت سالمة يا روحي. اللي صار لك أنا جيم شوكليت لهم sanki. تشكرات. يسلم إيدك يا ماما، شكلك كتير بتشكل. الله يسلمك يا روحي. ماما هنروح بيشت المساء. انا نروح المساء شاطر. شكلك حطوا لها لايك لأمي
وتابعوها، ده أنا أكلاتها كتير طيبة. شوفوها شات طيبة. يا سلام. ومثل ما لكم شايفين يا صبايا انا بشتغل هون باللحمه، ولادي عم يتساءلوني الله يحميهم، فرحانين كتير ومبسوطين انه قرب رمضان وسويت لهم معروك، وبدنا ناخذ المعروك ونروح المسا عند بيت عمي. وبتعرفوا كل شيء على الجماعه غير شكل، الحمد لله رب العالمين. اي والله يا صبايا. وهلا هون انا مثل ما شايفين دهكت اللحمه وسويتها بهذا الشكل، صارت جاهزه. هلا نحن بنعملها شوي وبنعملها بالفرن على الطرفين طيبه. وهلا يا صبايا عجينة المعروك صارت جاهزة مثل ما لكم شايفين، ما شاء الله بتشهي. بعد ما خمرتها 15 دقيقة بمكان دافي صارت كتير كتير كويسة مثل ما لكم شايفين. أهم شي يكون المكان دافي صبايا. وطبعا مثل ما شفتوا طبختي كمان سويتها وحطيتها على الزيت قبل ما ينصرف زوجي بنص ساعة، بحطها بالفرن بتصير جاهزة. وهلا بدي أبلش أشتغل في عجينة المعروك. وهلا هيك قسمتها لنصين، وبدي بلش هيك أقطعها مثل ما لكم شايفين عشان تقريبا تصير كلها نفس الحجم. وريحة المعروك كتير طيبة سبحان الله، ريحة اليانسون والمحلب والفانيلا فيه غير شكل عن جد. بتذكر يا صبايا لما كنت صغيرة في حلب بليلة النصف من شعبان ما يضل حدا إلا ما ياكل معروك بهالليلة الفضيلة سبحان الله. وبصراحة هي العادة كتير حلوة، وما تلاقي إلا كل شوي يندق علينا الباب ويجينا كيس معروك، كنا كتير كتير نفرح. اي والله سبحان الله صفت ذكريات يعني. وكنا نسمي ونقرا الفواتح وناكل هالمعروك، وسبحان الله هيك يعني تعودنا. وهلا نحن هون في الغربة يعني صرنا نحن نعمل المعروك، والحمد لله رب العالمين. هلا أنا هون بالغربة مالي غير بيت عمي، هن بيت عمي وأهلي وكل شيء، والحمد لله رب العالمين، الله يحفظهم يا رب. ومثل ما لكم شايفين يا صبايا هلا عم بشكل المعروك بهذا الشكل، طريقة كتير سهلة يعني. وهلا هيك يا صبايا بدي خمره لمدة 10 دقايق ليضاعف حجمهم. وهلا هيك ضاعف حجمهم مثل ما لكم شايفين صاروا جاهزات. هون بدي أدهن وشه صفار البيض ومعلقتين حليب، رح أخفقهم مع بعض مثل ما لكم شايفين، وأدهن وشه مشان يعطينا اللون الذهبي، بطلع غير شكل من بعد الخبز. وهلا هيك يا صبايا من بعد ما دهنته كلياته رح رش عليه حبة البركة، واللي عندها سمسم أبيض كمان بيصير بيطلع شكله حلو وطيب كمان. وهلا هيك طبعا مثل ما لكم شايفين من بعد ما رشيت عليه كلياته حبة بركة رح احطه بالفرن لدرجة الحرارة 180 لمدة 20 دقيقة. ومثل ما شفتوا يا صبايا من بعد ما طلعته من الفرن انا دهنت وشه قطر، لانه نحن هيك بنحبه وبيعطيه طعمه طيبه يعني. ورشيت عليه جوز هند، بطلع كتير طيب ومنظره حلو غير شكل. مثل ما لكم شايفين يا صبايا قوامه بشهي وهش كتير كتير. جربوا الطريقه وما رح تندموا، ناجحه 100% بالنسبه للطريقه. واعطوني ارائكم في التعليقات. وهلا هيك انا بطلعه من الصينيه بدي احطه في العلبه. طبعا من بعد ما نخلص عشاء بدنا ناخد المعروك ونروح عند بيت عمي إن شاء الله وتعالى. بسم الله ما شاء الله بشهي. وهلا هيك بكون أنا خلصت. صبايا من بعد ما تطالعوا المعروك فورا يعني غطوه أفضل مشان ما ينشف بيضل طري. وهلا هيك صار جاهز.
وهلا هيك يا صبايا اللحمة صارت جاهزة مثل ما لكم شايفين. أنا هون دهنت رغيفين دبس فليفلة، نحن هيك بنحبها، ورحت فوق اللحمة تطلع غير شكل وطيبة. يعني خبز الدبس فليفلة مع اللحمة الكبة بالسيخ كتير طيب. وهلا هون رح رتبها بالصحون، وفرمت جنبها بيواز كتير كتير بتلبق مع البيواز، بلبق معها وطيب. وهون رح كت الدهنة، ما بصير بلا سقسقة والنغنغ غير شكل، الدهنة طيبة. وهلا هيك كمان مثل ما لكم شايفين يا صبايا صار الأكل جاهز. الله يسلم يا ايدك يا ماما، شكلك كتير بتشهي. سلمي ايدك يا ماما، شكلك كتير بتشهي. شكلي تتجوز. إن شاء الله صحة وهنا يا روح. على قلبك. بدي لي هالكباب كتير طيبة. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. وهلا يا صبايا من بعد ما خلصت العشاء والجلي، هلا هون هيك أخذنا المعروكات ورايحين عند بيت عمو. هلا بيني وبين بيت عمي حارة وحدة، تقريبا دايتين بكون عندهم. أنا ما بحسن يوميا بدي أروح لعند بيت عمي، بروح بتسلى بنبسط مع خالتي وعمي، وهلا هيك بكون وصلت لعند بيت عمو. وهون من دخلتي على البيت فورا حطيت الشاي على النار، سويت شاي جنب المعروك صبايا، وحبيت أشارك معكم هالأجواء الحلوة. وهيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو يا صبايا. بتمنى منكم تدعموني، تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وتحطوا لايك، وتعطوني آرائكم في التعليقات. وكل سنة وانتم سالمين، وكل عام وانتم بخير، اللهم بلغنا رمضان ونحن بأحسن حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بأمان الله صبايا. تفضل عمو، يسلموا واعطيني يسلموا. رأيك بهالمعروك يا روحي. يسلموا، مبين عليه بشهي والله. تفضلي خالي. الله يسلمك يا روحي، صحة وهنا إن شاء الله. يسلموا ايديك بشهي. الله يسلمك يا روحي، إن شاء الله ألف صحة وهنا على قلبك على يا رب. قلبك. الله يحميك يا عمو. على قلبك. بسم الله الرحمن الرحيم.